وانتم بألف خير. رجعنا لكم ببث جديد بشاحنتنا الإسكانية. راح ننقل اليوم حمولات إلى العراق والدول العربية، وأول حمولة موجودة عندنا من مصر إلى فلسطين. أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة. إذا أول مرة تدخلون للبث أعرفكم عن نفسي، أخوكم ابن العراق. أحلى تحية من ابن العراق لكم جميعا. يوميا إن شاء الله عندنا بث مسائي الشاحنات، وعندنا بث ليلي راح نوصل به سيارات من أوروبا للعراق. اليوم منطلقين تحديدا من مدينة العريش في مصر إلى مدينة الناصرة في فلسطين. عندنا حمولة شاحنتين فولفو نوصلها، وبعدها نكمل حمولاتنا على باقي الدول العربية. طبعا الدول العربية اللي موجودة باللعبة حاليا العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، مصر والسعودية والسودان. وأول حمولة من مصر إلى فلسطين، بعدها إن شاء الله نشوف نطلع حمولة على أي دولة عربية. رجعنا لكم بالإسكانية العراقية بعد التحديث والتجديد، سوينا تعديلات عليها وغيرنا بشكلها الخارجي، وأيضا ضفنا لها داخلية جديدة وضفنا لها محرك جديد حتى نقدر نوصل حمولات ذات وزن أثقل. على يسارنا البحر الأبيض المتوسط، وأمامنا حاليا معبر رفح الحدودي. راح ندخل إن شاء الله على حبايبنا أهل فلسطين الغوالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك حبايب القلب، كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله ينعاد عليكم وعلى أهاليكم وأحبابكم بالصحة والعافية والسلامة. بسم الله توكلنا على الله بشاحنتنا الإسكانية العراقية، وخلينا علام العراق نوصل حمولات اليوم. راح يكون إن شاء الله يوميا البث تقريبا بهذا الوقت، تقريبا بحدود الساعة 1 ظهرا بتوقيت العراق بث الشاحنات. أما البث المسائي باقي بوقته، 7:30 مساء بث السيارات. البارحة زعلوا علينا جماعة الشاحنات، قالوا لي من زمان ما جايب الشاحنة، فرجعنا لكم بث خاص إن شاء الله للشاحنات. عليكم السلام حبيبي وانت بألف خير. علي عمار، فايز ومهند، شكرا على اللايكات يا قلبي، ساميكم نورة الشاشة. أمامنا بالضبط معبر رفح الحدودي، راح نختم دخول إلى فلسطين، نتوجه إلى شمال فلسطين تحديدا إلى مدينة اسمها مدينة الناصرة. لا تنسونا من لايكاتكم الحلوة ومشاركاتكم للبث، دعمكم دائما هو اللي يشجعنا على الاستمرار بالبثوث حتى ساميكم تطلع بالبث تنور الشاشة. معبر رفح الحدودي، إن شاء الله ما يكون ازدحامات بالطريق حتى نوصل الحمولة بسرعة وناخذ بعدها حمولات على دول عربية أخرى. تتوقعون بعد ما نوصل هاي الحمولة على فلسطين على أي دولة راح نطلع؟ على العراق، سوريا، لو الأردن، لبنان، لو السعودية، لو السودان. هذه الحدود الفلسطينية المصرية يا شباب. نطلع ولا سواق الشاحنات، ماخذين شاحنتين فولفو 0 كيلومتر من الشركة نوصلهم إلى حبايبنا أهل فلسطين. قواك الله العزيز، شلونك قلبي؟ والله جايب شاحنتين فولفو أوصلهم إلى حبايبنا أهل فلسطين إن شاء الله. اليوم حمولاتنا راح تكون شاحنات وسيارات شباب، من زمان ما وصلنا حمولة شاحنات وسيارات. يلا قلبي، يلا اعبر 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 اعبر. هذا علم فلسطين على اليسار. احلى تحية من ابن العراق لحبايبنا الفلسطين. حبيبي وانت بألف خير يا قلبي. هسه راح يختمونا على الاوراق وعلى الجواز دخول، يكون حاليا الاوراق مالتنا checking your documents. اول مدينة راح ندخلها في فلسطين مدينة غزة. هذا علم فلسطين. السلام عليكم، شلونهم حبايبنا الفلسطين؟ أول مدينة غزة، ونطلع باتجاه القدس إلى مدينة الناصرة. نقطة تفتيش للشرطة الفلسطينية يا شباب. عبرنا من مصر، أخذنا الحمولة من مدينة العريش في مصر. نور شكرا على اللايك. مصطفى مهدي شكرا على اللايكات، ساميكم نورة الشاشة بالقائمة الزرقاء. كفو كل واحد يسوي لنا لايك. إذا أول مرة تشوف البث مالتنا دوس لنا على القلب الأحمر. إذا أنت متابع قديم ويانا بالصفحة دوس لنا على الشف الأزرق. أحلى هورن لعيون أبطال اللايكات والمشاركات. حياكم الله، مساكم الله بالخير، وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. مدخل مدينة غزة أمامنا، باقي لنا 189 كيلومتر ونوصل هذه الحمولة إلى مدينة الناصرة. ناخذ حمولة جديدة من الناصرة إلى دولة عربية أخرى. وين ما ندري، أي بلد راح نطلع بعد فلسطين ما ندري. الشركات هي اللي تحدد لنا الحمولة مالتنا إن شاء الله. نلف على اليمنى،
حاليا صرنا داخل مدينة غزة. شوفوا الازدحام. أول مدينة تدخلها من مصر هي غزة، من معبر رفح الحدودي. هذول كلهم واقفين دا ينتظرون سيارة واحدة تعبر. تخيلوا كل هذا الازدحام ينتظرون سيارة واحدة تعبر حتى هم يعبرون. كم سيارة قدامنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 سيارة قدامنا. هذول سالفتهم شكلها راح تتأخر. احنا شو نسوي؟ نعبرهم من اليمين، لان اصلا احنا ما رايحين على داخل غزة، طالعين على شمال فلسطين. عبر من يمكم. انتوا راح تطولون وراح تأخرونا. احنا عندنا وقت محدد نوصل بيه الحمولة، لازم ما نتأخر. جميل وأمير شكرا على اللايكات، ساميكم نورت الشاشة. عرفونا عن نفسكم حبايب، من وين تتابعونا؟ عليكم السلام ورحمة الله. خلينا نشوف منو أكثر دولة موجودة ويانا بالبث. أخوكم ابن العراق، وأحلى تحية من ابن العراق لكم جميعا. شاحنتنا الإسكانية العراقية تعرفوها، اللي متابعنا من زمان يعرف هاي الشاحنة صار لها 2.5 ويانا نوصل بيها حمولات. اليوم ماخذين حمولات شاحنات وسيارات. أول حمولة شاحنتين فولفو جبناهم من مصر إلى فلسطين، طالعين على شمال فلسطين على مدينة اسمها مدينة الناصرة. يلا أهل تونس منورين على راسي. هلا والله يا قلبي. نقطة تفتيش للشرطة الفلسطينية يا شباب. الحمد لله اليوم ماكو ازدحامات بفلسطين. حيا الله السوري على راسي منورين. تمهل للتفتيش. اوكي نتمهل، ما عندنا كل شيء. السلام عليكم. شلونك قلبي؟ والله جبت حمولة شاحنتين من مصر طالع بيها على مدينة الناصرة. شيكون الأوراق مالتنا. على الطريق على مدينة القدس، طبعا على شمال فلسطين. حبيبي الله يعز غاليك. على راسي يا عمري، كل من يحبنا احنا بنحبكم بقلبكم. تاج على الراس، حياكم الله. شوفوا البكم الشاحنة بعد التعديل غيرنا لونها، كان لونها أحمر سويناه أزرق، ضفنا لها أضوية جديدة، داخلية جديدة بالكامل. هاي الداخلية كلها جديدة. شلونها بعد التعديل؟ داخلية أزرق ومن الخارج لونها أزرق وأبيض. طريق بئر السبع على اليمنى، احنا ما لنا علاقة، طالعين على الشمال. الشرطة الفلسطينية على يميننا، وهذا طريق مدينة القدس. يا ستار يا لطيف، يمكن اكو حادث قدامنا مو بالله. شوفوا حادث شاحنتين. لا والله مو شاحنتين، شاحنة وكرين. شاحنة وكرين كانوا مسوين حادث. طريق رقم 4 في دولة فلسطين، هذا الطريق السريع. منور حبيبي داجوار، حياك الله. محمد كفو على اللايك، سجاد مصطفى كفو على اللايكات يا قلبي. طريق القدس وطريق مدينة رام الله، ونتوجه على مدينة الناصرة إن شاء الله. وصل لهم الحمولة مالتنا ونشوف بعدها نطلع على أي دولة. خذني وياك، خليك على راسي حبيبي. نزور القدس. والله القدس على طريقنا بس ما نقدر ندخل بداخلها، لأن الحمولة على مدينة اسمها مدينة الناصرة. هاي اسكانيا، نعم هاي اسكانيا مالتي نفسها، بس غيرت عليها، سويت لها تعديلات. نفسها الاسكانيا القديمة اللي كنا نبث بيها، بس غيرت باللون وبالاكسسوارات مالتها. القدس راح نمر من يمها، بس ما راح نقدر ندخل عليها لأن حمولتنا على غير مدينة. إن شاء الله إذا طلعت لنا حمولة على القدس ندخل بداخل القدس. حبيبي على نورك يا قلبي. سعد وسمو ابن الأمير يحيى الشمري كفو على اللايكات حبايب قلبي. أحلى هورنات لأبطال اللايكات. طريق حيفا وطريق يافا. هذا الطريق يوصلك من غزة إلى أقصى شمال فلسطين، إلى حد مدينة بيسان. ونشوف الحمولة اللي بعدها على أي دولة راح نطلع إن شاء الله. شوفوا طريق القدس على اليمين، راح ندخل بالطريق، ولكن ما راح ندخل داخل مدينة القدس، فقط على طريقها. صباح النور، حياكم الله. هلا والله بالغوالي، شلونكم شو أخباركم؟ طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونون بخير. كل عام وأنتم بألف خير، وعيدكم مبارك، ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية والسلام.
اذا صوتي مش واضح الانترنت عندك ضعيف يا قلبي، صوت الانترنت اللي عندك، السبب الانترنت يمك ضعيف. حسن الانترنت اللي يمك راح يطلع لك الصوت والصورة جدا نقي. طريق القدس على اليمين، نطلع على طريق مدينة حيفا. هاي القدس صايرة على يميننا، احنا طالعين على الشمال. دجوار، فانال وحيدر، شكرا على اللايكات، ساميكم نورت الشاشة. هذا طريقنا احنا، مدينة الناصرة. شوف ابو الباص، شوف ابو الباص. اليوم حمولاتنا راح تكون شاحنات وسيارات. حمولتنا نعم شاحنتين فالفو اف ايدج، فالفو اف ايدج 16، موديل اف ايدج 16 نوعية مالتهم. هاي الطيارة توها طارت من المطار. طريق حيفا وطريق يافا وطريق مدينة الناصرة نفس الوقت هذا. عريزون شكرا على اللايك، الحسين ومحمد شكرا على اللايكات يا قلبي. كفو كل واحد تسوي لنا لايكات. حبيبي حبيبي على راسي يا قلبي. علم العراق دائما موجود على الشاحنة، حتى اللي يشوف البث يعرف انه هذه الشاحنة عراقية. وابن العراق لديكم لا خوف عليكم. ذاهبين ان شاء الله الى مدينة الناصرة في فلسطين، نوصل هذه الحمولة وبعدها ناخذ حمولة اخرى على دولة عربية اخرى ان شاء الله. كل اللي نتمنى من عندكم الدعم باللايكات، اساميكم تظهر بالبث تنور الشاشة. نلوف على اليمنى لو نطلع قبل؟ هذا يقول لي انه لازم تطلع قبل. اوكي، بس طريق مسدود قبل يا قلبي، شلون اروح؟ شوف صاير حادث يا ستار يا لطيف. هذا بالشاحنة موقع الحمولة مالته. قواك الله العزيز. قواك الله العزيز، شلونك خالي؟ كيفية التحميل، هاي اللعبة تشتريها على الكمبيوتر، سعرها 20 دولار أمريكي فقط على الكمبيوتر متوفرة، ما متوفرة على الجوال. اللي عنده كمبيوتر يشتري اللعبة، سعرها 20 دولار أمريكي. صلنا مدينة شو اسمها هاي، ما أدري اسمها والله. المدينة اسمها غريب عجيب. إشارة خضراء ننطلق. مرتضى وعقيل ومصطفى شكرا على اللايكات يا ورود، ساميكم نورت الشاشة. هسه راح نطلع على الطريق السريع اللي يودينا على مدينة الناصرة، نفسه طريق القدس وطريق الناصرة هذا، وطريق حيفا ونابلس. شوفوا كم مدينة على هذا الطريق. أغلب المدن اللي موجودة بشمال فلسطين هذا الطريق اللي يوديك عليها. هذا هسه راح ننزل عليه احنا طبعا. حبيبي عيدكم مبارك جميعا وكل عام وانتم بألف خير. نرجع على الطريق السريع. باقي لنا 50 كيلومتر ونوصل الحمولة ان شاء الله. احمد مهدي وجمال العنزي ونديم ابو يوسف شكرا على اللايكات يا قلبي، ساميكم نورت الشاشة ونورت البث. حيا الله الشباب الطيبة، مساكم الله بالخير والعافية. ان شاء الله يوميا راح يكون البث تقريبا بهذا الوقت، بث الشاحنات. اما بث السيارات تعرفون وقته، يكون الساعة 7:30 مساء ان شاء الله. بث الشاحنات يكون بهذا الوقت تحديدا. تريلا محمل تريلتين، يضل مو تريلتين، راس تريلتين. شاحنتين فولفو عندنا. وهي هاي الشاحنات وزنها ثقيل، فلازم ايضا تكون شاحنة توصلها مو سيارة. اتوقع وصلنا المدينة الناصرة، مو بالله؟ مدينة الخضيرة على اليسرى، مدينة الناصرة على اليمنى. اوكي،
هاي اول حمولة ويانا بالبث. خلينا نشوف بعدها راح تطلع لنا حمولة على يا دولة. على راس اهل الجزائر منورين، هلا يا قلبي، نورت البث، حياك الله. هلا والله باهل الجزائر، كل عام وانتم بألف خير، عيدكم مبارك اخواننا الغوالي. وصلنا مدينة الناصرة لو بعد. مدينة جنين على اليمين، مدينة مجيدو على اليسار، مدينة الناصرة قبل. حلو انه موجود علامات على الطريق حتى تعرف الطريق مالتك الصح. يمكن هاي مدينة الناصرة، لو هاي لو اللي بعدها. هاي مدينة العفولة اسمها، هاي مدينة العفولة. سنلوف على اليسرى على الناصرة. ان شاء الله تطلع لنا حمولة خارج فلسطين، نريد نروح على دولة اخرى. اول حمولة من مصر الى فلسطين، نشوف ثاني حمولة راح تكون على اي دولة عربية ان شاء الله. هل الطرق الموجودة باللعبة نفس الواقع؟ والله هذا الشيء يعتمد على اللي يشاهدونه، اللي عايشين بالدولة، اللي يشاهدونه من فلسطين. إذا يقولون هاي الطرق واقعية فمعناها واقعية. أنا إنسان عراقي وعايش بالعراق فما أعرف طرق فلسطين. الشاحنة من الداخل، هذا شكل الشاحنة من الداخل، شوفه. لازم كل دولة أبناء الدولة اللي يشاهدونه يقولون لنا الطرق واقعية لو لا. هذا شكل الشاحنة من الداخل. وصلنا مدينة الناصرة، نلوف على اليمنى. هاي الشركة اللي جايبي لها الحمولة، نوصل لهم الحمولة، بعدها ناخذ حمولة جديدة على دولة عربية أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. هون الحجي واقف رحمة الوالدين. هذا المكان لازم نلوف ونرجع. يعني لو أدري راح توقفونا بهذا المكان كان جيت من جهة اليمين مو جيت من اليسار. خلينا نشوف هسه نقدر نلوف لو لا. شوف ما نقدر نلوف. يعني من البداية أشرولي على المكان اللي لازم أوقف بيه الشاحنة حتى أعرف شلون أجي. يريدون نوقفها هيك بالضبط، المكان بالتحديد. بدل قلبك حبيبي حليم، لازم تخليه على الخط الأخضر. شوف طلع الخط الأخضر. طفي المحرك، طفي الشاحنة، أخذ الحمولة. خلينا نشوف شنو عندهم حمولات. عندهم حمولات على لبنان وعندهم على فلسطين. احنا حاليا في فلسطين، فايش راح نسوي؟ راح ناخذ حمولة على لبنان، على مدينة زحلة، شاحنتين رينو، شاحنتين نوع رينو. راح ناخذها من فلسطين على لبنان. هسه لازم نتوجه على الأردن، من الأردن على سوريا، من سوريا إلى لبنان. عدنان محمد وأيمن ومحمد، شكرا على اللايكات. شوف الازدحام يا الله. دقيقة، نقدر نعبر من اليسار؟ لا والله ما نقدر. ليش هاي الازدحامات؟ ليش؟ ليه؟ شنو سببها ليه؟ نايش راح نتأخر احنا يا قلبي. على هالوضع هذا راح نتأخر بالحمولة. لازم شو نسوي؟ انا اقول لك شو نسوي. لازم نعبرهم من اليمنى، ماكو مجال بعد نعبر. هذا مقلد، شوف هذول مسوين حادث ومقلدين. تفضل تفضل استاذ علاء. يعني تفضل. يعني هسه احنا حبيبي المايسترو، انت بألف خير يا قلبي، فدول عمرك. يعني هسه وقتكم انتم تقلشون بهذا الطريق، شوف شلون طاب. والله اذا دعمه يتحرك ما يتحرك. حلو.
يعني انتوا راح تظلون سادين الطريق هم زين لعد عبرت من اليمناني كلش زين. يا الله نتوجه على لبنان. هسه نطلع على الحدود الأردنية، احنا كلش قريبين على الأردن. من الأردن ندخل على سوريا، ومن سوريا على لبنان مباشرة. طريق مدينة بيسان على اليسار. مدينة بيسان مدينة حدودية مع الأردن، نعبر على الأردن من معبر اسمه معبر نهر الأردن الحدودي، ندخل على النشامة وبعدها على سوريا، من سوريا إلى لبنان. حمولتنا إلى مدينة زحلة في لبنان بالضبط تحديدا. رضا الإمارة وعروة أحمد ومصطفى نشوان. وعلى اللايكات شباب، ساميكم نورت الشاشة. طريق الحدود الأردنية شدة والنظيف. نطلع على الأردن. هاي آخر مدينة في فلسطين اسمها مدينة بيسان. دخلنا على مدينة بيسان. نلوف على اليمنى بعدين على اليسار. طريق الأردن على اليسار. يلا يا قلبي استعجل. إذا راح تبقى واقف ما حد راح يعطيك مجال. كفو عليك. هاي حدود الأردن، معبر نهر الأردن اسمه. محمد حمدي وعبد الله شكرا على اللايكات يا ورد. نختم خروج من فلسطين، بعد نختم دخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية. هواك الله العزيز. شلونك خالي؟ شلونك قلبي؟ والله عندنا حمولة شاحنتين رينو من فلسطين على لبنان، فلازم ندخل على الأردن أولا وبعدين على سوريا ومن ثم إلى لبنان. ريسان الجبوري كفو على المشاركات يا قلبي، اسمك نور الشاشة، أحلى ورن لعيونك. أوكي ختمنا خروج. شكرا لكل واحد سوالنا لايك، وشكرا لكل واحد دا يسوي لنا لايك. هسه نختم دخول على الأردن، معبر نهر الأردن. Welcome to the Hashemite Kingdom of Jordan. السلام عليكم. شلون الحجي؟ واقف رحمة الوالدين. شلون الحجي؟ عندنا حمولة من فلسطين على لبنان، فلازم نمر على الأردن وبعدين على سوريا، ندخل إلى الأراضي اللبنانية إن شاء الله. شكرا يا قلبي. دخلنا على الأردن شباب. تحية من ابن العراق لحبايبنا أهل الأردن. سنتوجه على معبر الرمثة الحدودي، ندخل إلى الأراضي السورية. رايحين على سوريا. اكو حد يتابعنا من سوريا شباب؟ جايكم ان شاء الله. ترى ما تقدر لي. لا والله فلوتي وتصبح ومتني. ترى ما تقدر في لك العباس انا خطر. اول مدينة ندخلها بالاردن مدينة اربد. ستة وعشرون كيلومتر الى مدينة اربد. حي الله الأردن وأهل الأردن. كل من دخل جديد للبث حبايب القلب، كل عام وأنتم بألف خير، عيدكم مبارك، ينعاد عليكم بالصحة والعافية والسلامة.
حاليا ماخذين حمولة شاحنتين رينو من فلسطين إلى لبنان. هذا البث مخصص نوصل حمولات إلى الدول العربية. دخلنا على مدينة إربد، سنتوجه إلى حدود سوريا. ندخل على سوريا ونعبر إلى لبنان. طبعا لو الحدود اللي بين فلسطين ولبنان مفتوحة كان هسه وصلنا الحمولة، ولكن داخل اللعبة مع الأسف الحدود بين لبنان وفلسطين مغلقة، فلازم تدخل على الأردن وسوريا يلا تقدر توصل إلى لبنان. عبد الصمد وعبدو شكرا على اللايكات يا قلبي، احلى ورنات لعيونكم. طريق عمان الجرش على اليمين، طريق الحدود السورية قبل. هسه راح نلف على اليسار على معبر الرمث الحدودي، نختم خروج من الأردن ونختم دخول إلى الأراضي السورية. شغل إشارة يسار، إذا الظل قبل راح تروح على مدينة المفرق، على اليسار سيريان بوردرز الحدود السورية. إن شاء الله ما يكون اكو ازدحام على الحدود حتى نقدر نعبر بسرعة. هذا قدامنا المعبر، معبر الرمثة الحدودي. أهم شي غاز موجود عندنا بالشاحنة، ما نحتاج نعبي غاز، ما نحتاج نفول غاز. اكو طسة هنا كلش قوية، شوفوها، لازم تعبرها على مهلك. هذه هي الحدود الأردنية السورية. اسم اللعبة موجود بالتاج أسفل الفيديو، اللعبة فقط للكمبيوتر، سعرها 20 دولار أمريكي. جواك الله العزيز. جواك الله العزيز. شلونك قلبي؟ والله عندي شاحنتين أوصلهم على لبنان، أخذتهم من فلسطين. شيكوا الأوراق مالتنا، باقي لنا 5 لايكات وندخل أول 100 لايك للبث. أحلى هورنات كل واحد سوالنا لايك للبث. تمنا خروج من الأردن، نختم دخول إلى فلسطين، العفو إلى سوريا. سوريا هذا علم سوريا. أول مدينة راح تجينا بعد الحدود مدينة درعا، هذه الحدود السورية. نطلع ورا الشاحنات. حي الله سوريا وأهل سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك قلبي؟ عندي حمولة شاحنتين أوصلهم إلى لبنان إن شاء الله. شكرا جزيلا يا قلبي. دخلنا الأراضي السورية، أحلى تحية من ابن العراق حبايبنا أهل سوريا. مدينة درعا أول مدينة راح ندخلها في سوريا. شوف هنا كاتبين سوريا ترحب بكم، ويلكم تو سوريا. حي الله سوريا وأهل سوريا الطيبين. إن شاء الله ما يكون عندنا ازدحام على مدينة درعا حتى نعبر بسرعة. وصل الحمولة مالتنا، ناخذ حمولة أخرى. احنا حاليا ثاني حمولة بالبث يا شباب. أول حمولة كانت من مصر على فلسطين، وهسه ثاني حمولة من فلسطين إلى سوريا إلى لبنان. أول نقطة تفتيش داخل سوريا، أكثر دولة بيها نقاط تفتيش هي سوريا.
إن شاء الله ما نتأخر على الحمولة. باقي لنا 10 دقائق لازم نوصل الحمولة بيها، إذا تأخرنا راح تجينا غرامة. إن شاء الله نقدر نوصلها. يلا شباب شدوا لنا الهمة. طريق دمشق على اليسار، راح نطلع على طريق دمشق. قواك الله العزيز. قواك الله العزيز. وانا قلبي والله طالع على لبنان، عندي حمولة شاحنتين بدول قلبك. نقطة تفتيش دخولية درعا، طريق إلى دمشق 110 كيلومتر. نقدر نعبر. شكرا لأن انطيتونا مجال. نلف على اليمين إلى طريق دمشق على مدينة الشام. حبيب قلبي وانت بألف خير، وانت بألف خير. ينعاد عليكم الصحة والعافية والسلامة جميعا يا رب. شكرا شكرا على المعايدات الحلوة. عيدكم مبارك جميعا يا ورود. شلون الحجي حبيب قلبي؟ والله طالع على لبنان ان شاء الله، ربي يسلمك. روح ابو الاسكان شد. طلعنا من مدينة درعا، بعد راح تجينا مدينة ازرع. عبد الرحمن وابو عبد الله ونزار كفوا على اللايكات، كفوا على المشاركات يا شباب. طريق رقم 5 داخل الأراضي السورية. هذا طريق يوديك على مدينة دمشق، مدينة الشام، حتى تقدر تعبر على لبنان. بيبي علاء وانت بألف خير يا قلبي. إلى مدينة الشام، إلى مدينة دمشق، حتى تقدر تعبر من معبر المصنع على لبنان مباشرة. صلوا على النبي شباب. مساكم الله بالخير وحياكم الله في بثنا الخاص للشاحنات. مدينة ازرع على اليمين. هذا مدخل مدينة ازرع. باقي لنا 82 كيلومتر إلى دمشق. حبيب قلبي وانت بألف خير. اسم اللعبة موجود بالتاج أسفل اللعبة. قواك الله العزيز. شلونك خالي؟ والله عندي حمولة على لبنان خالي بدول قلبك. شدة بالنظيف. طريق السويداء مسدود، احنا نطلع على دمشق. تنطونا مجال نعبر ما تنطونا. كفو ابو الرينو. تفضل يعني هسه احنا تفضل. طريق الي ترى ابو الرينو، وقف لي الي مو وقف لك. يلا اطلع انت مسيارتك رينو. اطلع روح. شلون الزحام هنا يا اخوان؟ ايش بيكم كلكم تلوفون وياي؟ اطلع هذا سيارة الشرطة. روح يا قلبي روح، انت حكومة. روح عبر. انا شاحنتي طويلة لازم اخذ مسافة. يلا اقدر الوف، ما اقدر الوف بسرعة. واخيرا طلعنا من مدينة ازرع. هسه نروح باتجاه مدينة دمشق.
إلى مدينة الشام. طريق دمشق. يونس أحمد ومحمد وعقيل، شكرا على اللايكات، ساميكم نورت الشاشة. يلا الشباب الطيبة، ومساكم الله بالخير والعافية. حاليا احنا بسوريا، تحديدا جنب مدينة الصنمين، طالعين باتجاه مدينة دمشق حتى ندخل على لبنان إلى الحدود اللبنانية. اسم اللعبة موجود بالتاج أسفل الفيديو. ندخل على لبنان إن شاء الله من معبر المصنع، من حدود المصنع. شكرا على اللايكات، شكرا على المشاركات. الهورنات لعيونكم يا ورود. وأخيرا وصلنا مدينة دمشق. سنأخذ اليسار، نعبر باتجاه الحدود اللبنانية. إن شاء الله يوميا راح يكون أكو بث شاحنات بهذا الوقت يا شباب. وصلنا أتوقع مدخل مدينة دمشق. عليكم السلام، كل عام وانتم بألف خير جميعا. عيدكم مبارك، ينعاد عليكم بالصحة والعافية والسلامة يا رب. حبيبي طوني وانت بألف خير يا قلبي. حي الله باللبنان. هسه رايحين على لبنان، عندنا حمولة على مدينة زحلة. نورت حبيبي توني، كل عام وانت بألف خير يا ورود. لازم نلوف على اليمين، نقطة تفتيش للشرطة السورية. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون الحجي وصدف رحمة شلونك قلبي؟ هنا مجال، خلنا نعبر. منير توني ومينان، شكرا على اللايك. طريق الحدود اللبنانية 45 كيلومتر. هاي مدينة دمشق شباب، مدينة الشام، عاصمة سوريا. هذا جبل قاسيون، طالعين على لبنان. على راسي أهل كربلاء، منورين يا قلبي، حياك الله. حياكم الله من وين ما كنتوا تتابعونا، نورت البث. على طريق الحدود اللبنانية. شد ابو النظيف، روح ابو الاسكانية. نوصل هاي الحمولة على لبنان، ونشوف بعدها يطلع لنا حمولة على أي دولة عربية. باقينا أي دول اللي ما رحنا لها حمولة، باقينا سوريا، العراق، الأردن، السعودية والسودان.
لازم يطلع لنا حمولة على وحدة من هاي الدول. راح تجينا آخر نقطة تفتيش للشرطة السورية. آخر نقطة تفتيش للشرطة السورية. حدود اللبنانية 18 كيلومتر، وهنا الازدحام. ناخذ اليمين أحسن شي. آخر سيطرة للشرطة السورية هاي. مهند كفى اللايك، مؤمن وجنة الورود كفى اللايكات يا قلبي، ساميكم نورت الشاشة. دائما بهاي نقطة التفتيش ياخذ اليمين، اليمين يمشي أسرع من اليسار. يلا روح روح روح، شوف اليسار ظلوا واقفين واحنا عبرنا. كل سنة وانتم طيبين وانتم بألف خير إن شاء الله. عيدكم مبارك جميعا حبايب قلبي. عيد مبارك علينا وعليكم جميعا، كل عام وانتم بألف خير. ينعاد عليكم الصحة والسلام إن شاء الله. صباح النور حبيبي رضا، نورت يا قلبي. هذا معبر المصنع، حدود المصنع. نختم خروج من سوريا، بعدها نختم دخول إلى لبنان. وصلنا إلى الأراضي اللبنانية. حمولتنا إن شاء الله على مدينة زحلة. السلام عليكم. سلام عليكم. شلونك قلبي؟ والله أخذنا هاي الحمولة من فلسطين، هسه طالعين بيها إن شاء الله على لبنان على مدينة زحلة. صباح النور وانتم بألف خير يا قلبي، حياكم الله يا ورود. شكرا جزيلا. تمنا خروج من سوريا، تم دخول إلى الأراضي اللبنانية. صار زمان والله ما جايبين حمولة على لبنان. على الحدود اللبنانية. أول مدينة راح تجينا هي مدينة زحلة اللي راح نوصلها الحمولة. نفعل لايكات شباب. قواك الله العزيز. جواك الله العزيز. شلونك قلبي؟ خالي. والله عندنا حمولة شاحنتين على مدينة زحلة، جبناها من فلسطين، أوراقنا كاملة وجاهزة. حاليا دي تشيك الأوراق. شكرا. دخلنا على لبنان. تحية من ابن العراق لحبايبنا هاللبنان. هنا مكتوب لكم بثلاث لغات: لبنان يرحب بكم، وبنفنو أو ليبان ويلكم تو لبنان، بالعربي والإنجليزي والفرنسي. دخلنا على لبنان، وهاي أمامنا أول مدينة هي مدينة زحلة، ولكن الشركة مالتنا صايرة على اليسار، شلون ما أدري. المهم عبالي الشركة راح تكون داخل زحلة، طلعت على طريق النبطية، مو مشكلة. لوف على اليسار من هذا الطريق المختصر. الحلو بهذا الطريق انه ما بيه ازدحامات. صباح النور حبيبي داني، لا يا قلبي. الحمد لله بخير، انت شلونك؟ تحياتي لك. احلى داني الورد، ملك التركات بامريكا. نورت يا قلبي. شوف الشركة مالتنا وين صايرة، وصل لهم الحمولة.
ونطلع حمولة جديدة على الدولة عربية أخرى إن شاء الله. أحمد شكرا على اللايك. محمد خميس شكرا على اللايك. أبو وردان شكرا على اللايك يا قلبي. هذا الطريق الشيء الوحيد الحلو بيه انه ما بيه ولا سيارة، الطريق فارغ تمشي بيه براحتك. عيدكم مبارك حبايب القلب، وكل عام وانتم بألف خير. أول حمولة وصلناها من مصر إلى فلسطين، ثاني حمولة من فلسطين حاليا راح نوصلها إلى لبنان. نشوف ثالث حمولة على أي دولة راح تطلع. هاي الشركة اللي احنا جايين عليها. شوف الطيارة توها طارت من مطار دمشق، مطار بيروت الدولي مو دمشق. نقف على اليمين. هسه تعال دور وين راح تخلي الحمولة، دور على المكان المخصص للحمولة. شلون راح اعرف وين؟ اوكي، هذا المكان بالضبط. ارجع بك. على مهلك، غير بالعكس وارجع. نورت البث، حياكم الله يا قلبي، مساكم الله بالخير والعافية. يعني شنو هالمكان هذا؟ ليش هيك تعذبوني انتو يا اخي؟ مكان كلش مزعج. لا اله الا الله. راح احاول اخر مرة، اذا ما رهمت راح اعوفه. يلا طفينا المحرك. ايش عندكم حمولات؟ سولفولي. عندهم حمولة على سوريا، على مدينة الصنمين، هم شاحنتين رينو. شنو سالفة شاحنتين الرينو اليوم؟ يلا مو مشكلة ناخذها. شاحنتين رينو على مدينة الصنمين على سوريا. يا الله، شنو هالشدة يا رسول الله؟ شنو هالشدة هاي؟ شنو هالمسافات طلعوني من هاي الشركة، طلعوني خلصوني منها. حيا الله من جانا، مساكم الله بالخير حبايب القلب. إذا أول مرة تشوفون البث مالتنا، أخوكم ابن العراق. عرفونا عن نفسكم من وين تتابعونا. خلينا نشوف منو أكثر دولة موجودة ويانا بالبث اليوم. لك عيني ليش هيك تسوي بيه؟ لك عيني ليه تسوي ايش بيه انت؟ ليه تسوي هيك؟ خدنا حمولة نفس الشاحنتين بس غير شاحنة، يعني هم شاحنة رينو من لبنان على سوريا على مدينة الصنمين، طالعين إن شاء الله. احتمال هاي تكون آخر حمولة اليوم بهذا البث، بعد راح يكون عندنا إن شاء الله بث مسائي، توصيل سيارة مكلارن إلى العراق. حي الله الفلسطين وحي الله الغزة. بداية البث دخلنا على قطاع غزة، أول دقائق من البث كانت. نورت حبيبي. طالعين على الحدود السورية. آخر حمولة هاي راح نوصلها بالبث
من لبنان إلى سوريا. نخلي البث يكون مدته ساعة، بث خفيف لطيف. وصلنا بيه 3 حمولات واستمتعنا وياكم داخل البث. اطلع عمو الشرطي يطلع. راجعين على سوريا إن شاء الله. على طريق الحدود السورية، معبر المصنع، حدود المصنع هاي. نختم خروج من لبنان ودخول إلى الأراضي السورية. توجه على مدينة الصنمين. سلام عليكم. سلام عليكم. شلون الحجي؟ واقف رحمة الوالدين. حبيبي والله عندنا حمولة على الصنمين، احنا قبل شوية عبرنا، فهسه رجعنا حمولة جديدة على سوريا، على مدينة الصنمين إن شاء الله. شكرا جزيلا. رجعنا مرة ثانية على سوريا. سوريا ترحب بكم، حيا الله سوريا وأهل سوريا الطيبين. حتى الشرطة اللبنانية داخلة ويانا على سوريا. هاي قدامنا تشارجر، دوت تشارجر الشرطة اللبنانية. قواك الله العزيز. قواك الله العزيز. شلونك خالي؟ وانا قلبي والله عندنا حمولة على مدينة الصنمين جايكم ان شاء الله. بدور قلبك. مرة ثانية ندخل على حبايبنا أهل سوريا. توجه على مدينة الصنمين. نوصل الشاحنتين، وبذلك نكون قد كملنا 3 مهمات خلال هذا البث. ترى ما تقدر لي. لا والله شلوتي وتصبع ومتني. ترى ما تقدر لي، كفيلك العباس انا خطر. لحد الآن عندنا بنزين بالشاحنة، ما صرفنا بنزين هواي لحد الآن. نقطة تفتيش. يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على النبي يا اخوان. قواك الله العزيز. قواك الله العزيز. شلونك خالي؟ شلونك قلبي؟ بعد ما يسألونا لين قبل شوية عبرنا، ما حد يسألنا وين رايح. ويلي شوفوا الازدحام اللي صار على لبنان. هاي دائما احنا من نرجع من لبنان نشوف ازدحام. تفضل. تفضل يعني هسه احنا تفضل. دائما نرجع من لبنان نشوف ازدحامات مقلوبة الدنيا. ان شاء الله حبايب البث القادم تقريبا الساعة 7 مساء بتوقيت العراق راح يكون عندنا سيارة مكلارن نوصلها إلى العراق.
هذا البث الشاحنات، والبث القادم يكون بث سيارات. يوميا راح يكون عندنا بثين إن شاء الله. خلص شهر رمضان المبارك نرجع على بثين باليوم البث. هذا أول بث، والبث الثاني راح يكون الساعة 7 تقريبا بتوقيت العراق إن شاء الله. مدينة دمشق، مدينة الشام، طريق الصنمين نفسه طريق درعا. إذا راح نلوف على اليمين. يعني توقعت راح تطلع لنا حمولة على دمشق، بس طلعت لنا الحمولة على الصنمين. ماكو فرق، كلها سوريا. أي مدينة تطلع لنا مباشرة ناخذ حمولة ونتوجه عليها. خضير كف على اللايكات. محمد حيدر مؤيد كف على اللايكات. كف على اليسار. طريق الصنمين وطريق مدينة درعا. باقي لنا دقيقة ونوصل الحمولة إن شاء الله. هذا مدخل مدينة الصنمين. الشركة مالتنا شركة سوبسي. هاي مدينة الصنمين اللي عندنا الحمولة نوصلها لهم. وصلنا الوجهة مالتنا. عشان نلوف على اليسار. علي العراقي شكرا على اللايك حبيبي. ايش قد وصلنا لايكات اليوم؟ لايكاتنا قليلة، 142 لايك. عاشت ايديكم. يمكن لان صار لنا زمان ما فاتحين بهذا الوقت، مو بالله؟ صار لنا زمان ما فاتحين بهذا الوقت بس، لهذا البث مالتنا نازل هالفترة. يلا إشارة خضرة روح. صارت الإشارة حمراء وإحنا بعدنا معابرين. والله بس أعبر، كل شي ما أريد، بس أريد تعبره بالسيارة. كف عليك. هاي الشركة اللي إحنا جايين عليها شركة سوبسي. وصل لهم الحمولة. خلنا نلوف نرجع بق.
في المحرك، قيم الحمولة. هنا عندكم حمولات جديدة، ما عندكم شي يفيدنا صح؟ اوكي. هاي كانت اخر حمولة البث اليوم شباب، شكرا على لايكاتكم، شكرا على مشاركاتكم، ان شاء الله نشوفكم بالبث المسائي نوصل سيارة الى العراق. ومرة اخرى كل عام وانتم بالف خير وعيدكم مبارك. كان وياكم اخوكم من العراق، نشوفكم على خير ان شاء الله، في امان الله.